هو كل حاجة على المدير؟ مش هتروحي بقى للموظف تعلميه شوية ازاي يحترم مديره ويسمع كلامه؟ طب تعالي لي كده مدير وقولي، لو الموظف طلب منك اجازة اذن وانت رفضت، ده طبيعي. طب ولو حصل العكس، لو انت طلبت تعليمات من الموظف ينفذها وهو رفض، شكلها مش طبيعي وانت هتبان ان انت مش مسيطر. طب الحل فين؟ اروح اقول للستاف بتاعك يسمع كلامك ويحترمك واعلمه ده؟ مش هيعملوا كده، احنا مش في الجيش. انت الوحيد اللي في ايدك انك تخلي الستاف بتاعك يسمع كلامك ويحترمك. وده ازاي؟ بالمهارات القيادية الشخصية اللي انت تتعلمها، زي اللي انت تبني الثقة بينك وبينهم، ذكاء عاطفي، اقناع. وقتها بس الموظف هيسمع كلامك. ما هو انت المدير اللي معاك السلطة، واللي معاه السلطة هو اللي بيقود العلاقة. وخد بالك، انا بعلم برضو الموظف مهارات قيادية بس علشان يبقى مدير، مش علشان يسمع كلامك خالص. ولو هو سبقك في المهارات دي، ما تزعلش لما يديلك كتف قانوني ويقعد مكانك.